إخواني وأخواتي اللي موجودين، الإنسان في أول شيء لما يوقع في المصائب، لما يوقع في المرض، أول شيء يلجأ إلى الله بالتوبة ويدعو الله. الله يعطي، الله يعطي. والله إن الله كريم. معظم أسماء الله بالكرم، بمعنى الكرم. الجواد، الرحيم، يعني كلهم بمعنى الرحمة والعطاء. فليش الإنسان ما يتقرب؟ ليش يركض للمستشفيات في البداية؟ ليش ما يلجأ لله في البداية؟ فحتى عندي قصة ثانية، لما حضر أخي الاعتكاف كان يعني الشيخ اللي كان موجود هو يذكر قصة من واحدة من أهله. يقول هذه يعني بنت مولودة طبيعية ما فيها شيء، لما وصل عمرها 5 سنين هذه الطفلة تحلل 3 فقرات من ظهرها. راحوا بها الهند، سفروها الهند، ألمانيا، روسيا، بريطانيا، كثير دول، بس ما لقوا علاج. قالوا إيش بنسوي لها؟ ما لها علاج. ولو لفيت الكرة الأرضية ما بتلقى لها علاج. كيف بنسوي لها؟ خلاص تحلل الفقرات، إيش تسوي بها يعني؟ تعيش معاقة وخلاص. هو إيش سوى؟ عقد النية هو وزوجته، وإيش يسويوا؟ إنهم ما يعطونها شيء، ما يعطوها أكل، ما يعطوها شراب، ما يعطوها أي دواء، ما يعطوها أي شيء إلا مقراي عليه القرآن. ومقراي هم ما ذكروا وش هو القرآن بالضبط، وش هو قرأ لها، بس على ما أعتقد الفاتحة، بس ما متأكدة. انزين، فكانوا يقرأوا لما تكون الأم موجودة. ترى الأم والأب موظفين، يوم تكون الأم في الدوام يكون الأب في البيت كذا، يعني متفقين في حتى في الأعمال مساعدوهم على هذا الشيء. واحد في البيت وواحد ثاني في العمل، لما يرجع الثاني يروح للثاني، يعني كذا ما بينهم. فكان سبحان الله يعني كانوا يقرأوا عليها، يعطوها أكل مقراي عليه، يسووا لها زيت مقراي عليه، ما يسقوها شراب أو عصير أو أي شيء إلا مقراي عليه. اجتهدوا سنة كاملة. سبحان الله. هي كانت عمتها مريضة، فاتصلوا فيها قالوا لها تعالي ضروري البيت. فهي خافت على بالها عمتها مريضة يعني، لأن تحيلها هي مريضة، فقالت ممكن يصير شيء في البيت. لما رجعت لقت بنتها واقفة على الجدار تمشي على الجدار. شلوها المستشفى، قالوا لها نمل لها الفقرات اللي تحللن نمن جديدات، فقرات جديدة. فسبحان الله يعني الحين هذه البنت سنة ثانية في كلية طب بشري جامعة سلطان قابوس، اللي احنا نذكر قصتها الحين. لا إله إلا الله. فيعني أنا أقول لكم شيء يعني يفوق الخيال. فشيء الإنسان ما يقول مستحيل على الله. اللي خلق الإنسان قادر يخلق له فقرات، قادر يعطيه الصحة، قادر يشفيه من الأمراض السرطان، قادر يشفيه من الإيدز اللي هو يقولوا ما يلا علاج. قادر، الله قادر. فالإنسان بس يلجأ إلى الله أول شيء، حتى لو يلجأ للطب بس يلجأ لله المقام الأول، بعدين يلجأ للطب. فيجتهد الإنسان مع الله، يحسن يعني يكون إيش نيته خالصة لله. يصفي الملفاته، سواء المادية لحقوق الناس المادية أو المعنوية. فالإنسان ما يعلم متى يطلع من الدنيا يعني، فلازم يصفي ملفاته وينتبه لنفسه إنه ما يخطئ مع الناس. حقوق الناس يعني الله يسامح في بينه وبين العبد، ولكن بينه وبين البشر لا، لهم حقوق وترجع. إذا ما عوقب الإنسان في الدنيا يعاقب في الآخرة، ودائما تكون العقوبة في الدنيا والآخرة. فأتمنى من جميع الأخوة والأخوات أنهم يلجأوا إلى الله في المقام الأول، وماشي مستحيل على الله. وهذا يعني دائما، حتى هذا الشيء أنا كنت سبحان الله نصحت فيه أخت قبل أن أسمع هاي القصة. نصحت فيه أخت هي ولدت في الشهر السابع، سبحان الله جات بطفلتها القناة اللي ما بين الفصل في الدماغ، ما بين الفصل الأيمن والأيسر في قناة متسكرة، فما نمت البنت عندها مخ. نزلت في الشهر السابع ما نمت فيها مخ، سبحان الله. فكانوا يريدوا يسوي لها عملية، لكن سبحان الله جتها بكتيريا الطفلة، أعطوها مضاد حيوي ما استحملت، فسووا لها أكسجين صناعي. فجلست 3 أشهر. في خلال 3 أشهر قالوا لها وقعي إنش أنت إذا ما تبي عملية وقعي إن نشيل الأكسجين وخلاص، هي طفلتك تراها متوفية يعني دماغيا، فوقعي. جاتني قالت لي أوقع؟ قلت لها لا، اللي يجي من الله حيا الله، بس ما توقعي على وفاة بنتك بروحك، لا ما توقعي إن يشيلوا الأكسجين، ما توقعي. قالت وش أسوي؟ يبين يسوي عملية. قلت لها قولي يا الله اختر لي ولا تخيرني، يا الله اختر لي ولا تخيرني.
فسبحان الله قالت لي وش أسوي؟ قلت لها داووا مرضاكم بالصدقة، تقربي إلى الله في الاستغفار والحوغل. قالت أنا أسوي. قلت لها لكن أنتِ تخلصي من متأخر، يعني نهاية اليوم. اللي يبدأ في الصف، شوفوا يقولها صلاة الجماعة بالنسبة للرجال، الصف الأول غير عن الصف الثاني، الجماعة الأولى غير عن الجماعة الثانية، الأجر مو نفسه. اللي يعطي الله المقام الأول غير عن اللي يعطي الله المقام الثاني أو الثالث أو آخر اليوم. فسبحان الله جلست هي تخلص يعني وردها من الساعة 10 بالليل، يعني من غروب الشمس، اليوم العربي من غروب الشمس إلين الساعة 10 هي مخلصة. يعني بالبداية هي كانت الساعة 6 المغرب اليوم الثاني تخلص. فسبحان الله تدرجت، قلت لها بكرة تخلص الساعة 5، اللي بعد الساعة 4، اللي بعد الساعة 3، ساعتين كذا، الظهر العصر، بعدين صباح، بعدين ضحى، بعدين بدت إنها هي تسوي بداية اليوم. يعني الساعة 10 بالليل هي مخلصة 10,000 استغفار، حوقلة 1000 صلاة على النبي 1000. قلت لها ولكنش تزيدي وتقري قرآن سورة البقرة. وبدت تدرج وتزيد، تقول لي زوجي يبكي على بنته وأمي تبكي وأنا أحس إني طايرة في السماء مو في الأرض، من السكينة والسعادة اللي في قلبي، وأنا متوكلة على الله. رغم أنها هي على فكرة هذه البنت الثانية ترى كانت عندها ولد قبل وجات بعد سنين، هذه الأطفال جايين بعد سنوات تراهم، مو في يعني مو جايوا بداية زواج. فسبحان الله تقول أحس قلبي بارد، قلبي سعيد، أهلي يحسبوني يعني مصدومة، وأنا في الحقيقة لا، أنا مطمئنة وعندي سكينة. وسبحان الله استلمت بنتها بعد 3 أشهر، استلمت بنتها وقالوا لما دخلوها اللي يسوي لها أشعة لقوا الفص الأيسر خلاص اكتمل المخ، الفص الأيمن نصفه، النصف الثاني بعد ما مكتمل المخ. فسبحان الله شوف كيف، وحتى ما فيها مخ أصلا، هي كانت مولودة. لكن هي وش سوت؟ كانت قلت لها قري عليها على الحليب، قري عليه، ما تعطيها حليب إلا ما قري عليه، خلف الزجاج قري عليه، لما يعطوك إياها إذا أعطيوك إياها في الحضانة يعني هناك تروحي قري عليها. استمرت هي على هذا الشيء 3 أشهر ولله الحمد. شوف يد بنتها، حتى الدكاترة انصدموا قالوا أول مرة تجينا طفلة بسرعة ينمو فيها المخ. هذه حالة غريبة يعني بالنسبة للطب، ولله الحمد، هذا فضل الله. فالإنسان يعني هو يبدأ بعدين يلهم الله، حتى العدد يلهم الله. لما يقول الأخوة والأخوات كم العدد تلهم، أنت بس ابدأ في المشوار وبعدين تلهم واستمر. سبحان الله، ما في شيء صعب مستحيل على الله. أيوة. وبعدها جاتني سبحان الله قصة البنت الثانية اللي هي صاحبة الفقرات اللي تحلل عندها الفقرات 3. عاد جات فيما بعد فترة، عاد خلاص البنت مستلمت منها والدتها، عاد خلاص بعد 4 أشهر. فإيشان الله يؤكد إن الطريقة هذه صحيحة. فالإنسان يعني يتقرب إلى الله، يبدأ بس في المشوار، يبدأ يسلك، السالك إلى الله يبدأ فقط، وبعدين الله يلهمه في الطريق.